هنعمل النهاردة مع بعض وصفة باللحمة المفرومة هايلة. هنعمل عرق اللحمة الباردة باللحمة المفرومة، هيبقى تحفة جدا وطعمه فوق الوصف. هنعمله بطريقة سهلة خالص وهنسويه بطريقة سهلة جدا. ويلا بينا بقى نبدأ على طول نشوف وصفتنا. بس ما تنسوش يا حلوين لايك وشير لو عجبكم الفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ما تنسوش تشتركوا. ويلا بينا نشوف وصفتنا النهاردة. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، هحط عليها فصين او 3 توم مهروسين، ونص معلقة كبيرة من الملح، ورشة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقتين صغيرين من السبع بهارات. دي المعلقة الاولى. المعلقة التانية او يعني معلقة كبيرة من السبع بهارات، ونص معلقة صغيرة كمون. ومعايا كمان معلقة كبيرة من النشا، او ممكن تستبدلوها بدقيق عشان بس تساعد معايا ان اللحمة تتماسك مع بعضها، ولو في اي سوائل زيادة تشربها. ومعايا كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وبس كده، هي دي البهارات بتاعتنا. وعايزه اقول لكم ان البهارات دي بتخلي طعم اللحمه رائع. طبعا ممكن تستبدلوا او تضيفوا بهارات من عندكم، بس انا عايزاكم تستخدموا نفس البهارات دي عشان كانت مخليه طعم اللحمه حلو قوي. هنعجن بقى اللحمه كويس كده في بعضها لغايه كده ما تبقى ناعمه ومتداخله مع بعضها كويس وتعمل كده خيوط. وهجيب بقى كيس بلاستيك كده عشان يساعدني ان اعمل اللحمه على شكل رول. دهنته كده دهنة زيت عشان بس اللحمه ما تلزقش فيه. وحطيت بقى قطعة اللحمة، فردتها كده على شكل مستطيل، يعني مستطيل كده بالتقريب يعني، وسويت كده الأطراف. وبعدين بقى لفيت بالشكل ده، واكبس كده واضغط عليها كويس عشان ما يبقاش فيها فراغات من جوه. واسويها كده من على الجناب برضو، واشيل الكيس كده والف تاني واضغط. ممكن برضو من غير يعني ما تفردوها ولا حاجة، ممكن تشكلوها بايديكوا كده على شكل اسطوانة برضو مفيش مشكلة، او تحطوها في قالب انجليش كيك مثلا وتسووها فيه بحيث تبقى كده واخدة شكل مستطيل برضو مفيش مشكلة. شكلوها بقى بالطريقة اللي انتوا حابينها. وبعد كده برضو شلت الكيس وظبطتها برضو بايدي كده كويس، وضغطت عليها كده وسويتها. اهم حاجة بس تكبسوها وتضغطوا عليها كويس. وحابين بقى تشيلوها في التلاجة شوية ماشي، حابين تسووها على طول مفيش مشكلة خالص. هنسويها بقى مع بعض بطريقه سهله خالص. انا بسويها كده في الصينيه على طول، ورقه زبده كده في الصينيه ودهنه زيت، واحط عليها رول اللحمه. حابين تسووها على شبكه الفرن على طول كده في النص، تحطوا كده ورقه زبده برضو على قد رول اللحمه، وتحطوا عليه عرق اللحمه. بس حطوا بس تحتيه صينيه او حتى صاج الفرن، وحط فيه شويه ميه عشان بس ما يتبهدلش وما ينزلش بقى، لان العرق اللحمه ده هينزل دهون وكده عشان ما تعملش دخنه في الفرن. نسخن بقى الفرن كويس جدا على اعلى درجة حرارة، وندخل بقى عرق اللحمة على الشبكة في النص. انا سبته كده على عالي حوالي 10 دقايق، وبعد كده بقى هديت الفرن على 180. ممكن كده في النص تقلبوه على الناحية التانية. انا قلبته على الناحية التانية كده بعد حوالي تلت ساعة. هو هياخد معاكم من ساعة الا ربع الساعة في الفرن. طيب تعرفوا منين انه استوى؟ بتدخلوا كده سكينة في نصه، ولو لقيتوها بتطلع سوائل يبقى كده لسه شوية، لكن لو لقيتوه خلاص كده العرق مش بيطلع اي سوائل يبقى كده تمام هو استوى. عايزين بقى تقطعوه هو سخن او هو بارد زي ما تحبوا، هو في الحالتين بيبقى يجنن. انا سبته كده هدا شويه وقطعته، كان لسه سخن برضو يعني، وكان مش قادره اقول لكم على طعمه ولا ريحته فوق الوصف. وسهل وما خدش اي غلبه مننا ولا وقت طويل ولا حاجه. اتمنى بقى انكم تجربوه عشان متاكده انه ان شاء الله هيعجبكم. جربوه وعرفوني رايكم، وما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو. وان شاء الله نتقابل في وصفه جديده. نتقابل على خير، مع السلامه.